بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ المشوية والرز التحفة ده، رز بسمتي طبعا، بطريقة حلوة جدا. يلا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض نشوف عملنا ايه أو هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا ما تنسوش المية السلطة التحفة دي. يلا نبدأ بقى. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل طبعا التتبيله مع بعض. انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس انا قلت لازم اصور معاكم النهارده تاني التوابل نقول عليها. الفراخ طبعا غسلتها وصفيتها من الميه خالص. معانا التوابل بقى، معانا بابريكا، معانا فلفل اسود، معانا التوابل العربية. التوابل دي حلوة جدا. معايا توابل فراخ، معايا زعتر، معايا روزماري، معايا شوية كركم والملح، ليمون، توم، بصل، واحد فلفل سبايسي، واحد فلفل رومي، طماطميتين. ما عندكش طماطم او عايزه تحطي صلصه عادي، عايزه تحطي كاتشب عادي. البابريكا دي مدخنه على فكره يا حبايبي، لو مش عندك برضو المدخنه عادي هيمشي الحال برضو. طبعا الفراخ اهي، طبعا حابه تعمليها في الكبه ماشي، حابه تعمليها في الخلاط ماشي. انا طبعا هعملها في الخلاط عشان بحبها ناعمه شويه. تمام. طبعا لسه هحط شويه زيت في الخلاط، وهحط معلقه او معلقه ونص، معلقه ومعلقه ونص دبس رمان. ماشي. حابه تحط معلقه عسل اسود، تمام. انا طبعا استكفيت بالليمون، مش هحط خل خلاص. عايزه تحط معلقه خل عادي برضو مفيش مشكله، بتعلي التست معاك وبتخلي الريحه حلوه جدا. فهنحط الحاجات دي كلها بقى في الخلاط وندبله مع بعض. تتبيله خلاص عملتها. انت حابه بقى تعملها في الكبه عادي. الريحه عايزه اقول لكم روعه. طبعا حاجه ناقصه لسه هتيجي وتتحط عليها، ايه هي؟ الزبادي. تمام. فدلوقتي انا هحطها في التتبيله وابيتها ليله في التلاجة، ان شاء الله بكره هنشويها مع بعض. ماشي. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اللايك الجميل. وطبعا حابه اشكر حبايب قلبي اللي دخلوا جداد عندي، ربنا يا رب يقدمكم كلكم نعمه في حياتي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هعمل كده اهو معاكم. طبعا انا لازم ايه، تقطعيها نفس التقطيعه دي كده. حابه تصغري الاجنحه طبعا طالعه ما شاء الله. بحب انا كمان احطها تشوي معانا هي كمان اهي ما شاء الله. بسم الله. ندخل في تحت الجلد كده. ريحه التتبيله تحفه يا ولاد، تحفه. طبعا الليمون عملته بقشره عشان كده مديني النكهه والريحه الروعه دي. ماشي. انا هكمل بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اكمل ونشوفها بعد ما نخلص. وكده يا حبايبي خلصتها اهو ما شاء الله. طبعا حابين اقول لكم تاني على التتبيله تاني. حطيت بابريكا مدخنه، حطيت زعتر، حطيت روزماري، حطيت فلفل اسود، حطيت توابل فراخ، حطيت التوابل اللي هي العربيه دي حلوه جدا. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ملح طبعا. حطيت ليمونتين. الليمونه بتحطها بقشرها بتبقى تحفه. طبعا زي ما قلت لكم انا حطيتها في الخلاط لان انا بحب اسيبها في الخلاط عشان ساعات باخد التتبيله دي نعملها بالفرشه تاني وهي على الشوايه. تمام. طبعا بصل، توم، واحد قرن فلفل سبايسي، وواحد رومي. بتهيألي بس كده.
كده هسيبها انا بقى ليله. فاضل الزبادي بس. انا حطيت زيت وحطيت معلقه شاي صغيره عسل اسود، لان انا ما حطيتهوش ما صبرتهوش معاكم. وطبعا معلقه دبس رمان. ماشي. مش عايزه اقول لكم الريحه روعه 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 ما شاء الله. كده هبيتها بقى ليله كده في التلاجة، وباذن الله باذن الله ان شاء الله نشوي مع بعض. ماشي يا حبايبي. كده يا حبايبي الفراخ معانا معانا الصينيه دي. هنحطها على البوتاجاز يعني قيمه 5 دقايق او 10 دقايق بس بالكتير، يكون الفحم بتاعنا شغال، وهنكمل على الفحم مع بعض. ماشي. هنرصها كده بقى كده في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هرصها كده وارجع لكم عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا انا حطيت الزبادي عشان انا امبارح ما كنتش حطيت زبادي. حطيت الزبادي وقلبته حلو، وهننزل بقى في الصينيه ونشوفها بعد كده. حطيتها على البوتاجاز اهي، والتتبيله كلها طبعا حطيناها عليها ما شاء الله. هتاخد بس يعني 5 دقايق 10 دقايق كده. طبعا هنجهز الفحم ونطلع نكملها فين على الفحم. ابو احمد طبعا بيعمل لنا الرز البسمتي، هنشوفه هيعمل ايه معاه اهو. طبعا الطريقه دي مش بتاعتي، الطريقه دي بتاعت ابو احمد، هو بيعملها كده في شغله. ماشي. فالطريقه بتاعتي هو بيطلع بقى على الفحم على طول. بس هنجرب دي بقى واقول لكم عليها بعد ما اكلها، بس هي ان شاء الله هتبقى تحفه باذن الله. ماشي. بيطلع تلقائي كده على طول يا حبيبي. طبعا ابو احمد حط لنا كده ايه الفراخ. عايزه اقول لكم لو انت حابه تعملي تديها نفس الغلوه اللي انا اديتها لها دي، واللهم صل على حضره النبي، وتعملي ايه تشويها. نعم. ليه الغلوه دي؟ ليه الغلوه دي؟ احيانا بتطلع الفراخ كبيره شويه فبيبقى فيها دم لسه، صح كده؟ بالظبط كده. بيقول لي حضري الكلام ابو احمد قبل، قلت له لا، ما انا تلقائيه على طول، اللي في قلبي بقوله على طول، مش بحضر كلام والله يا ولاد. لان بحضر الكلام باجي انساه، فحلاوتي بطبيعتي معاكم كده. ماشي. غسلنا طبعا السطح، ابو احمد طبعا اللي غسله مش انا. المفروض ان احنا كنا هنتغدى على السطح، بس الجو والله في نسمة هوا حلوة، بس بقى ايه بيحب يشغل التكييف وهو قاعد تحت في الشقة من تحت. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ هنعملها يوم تاني مع بعض ان شاء الله بإذن الله. لازم اصور لكم المنظر التحفة ده ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ الخضرة والوجه الحسن واحلى فراخ مشوية. طبعا ابو احمد بيكمل السطح طبعا. طبعا زي ما قلت لكم غلطه عمرنا ان احنا عملنا الاوضه دي، عملناها بالصاج عشان تلم ايه الحاجه الزياده اللي عندنا في البيت تحت. بس عايزه اقول لكم الفيران مبهدلين لنا الدنيا. عشان عندنا نخل جنبنا. شوفوا يا اولاد الفيران بتنزل لي من على النخل ده. يعني انا عامله المنور بسلك. يعني انا شفت اخواتي وحبايبي اصحاب قنوات زي كده عاملين بالسلك. انا عندي بقى مبهدلين لي الدنيا بصراحه. اللي عنده فكره حلوه للبرجوله حلوه بقى دي، بنقعد بقى بالليل كده بقى والقهوه والقعده الجميله دي. ابو احمد بيقول لي انت اللي جميله، ايه رايكم؟ عارفين انا وهو واسراء اكتر عادتنا خناقه مع بعض، بس خناقه بهزار يعني مش خناقه. نفسي نبقى بطبيعتنا كده ونتكلم معاكم ونصوره. وقلت لهم عايزين نعمل فيديو يا جماعه انا وانت واسراء كده نتكلم فيه. ورجعنا للفراخ ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كانت عايزه البتاعه تسخن شويه ولا ايه؟ لا حلو ان شاء الله، ان شاء الله حلو. دي فكره غير الفكره اللي احنا بنعملها. هو بالنسبه للفكره دي هو بيعملها في شغله عشان بتبقى سريعه بقى يخلص بسرعه.
هخلص بقى الفراخ وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ايه رايكم بقى كده؟ خلصنا ان شاء الله. طحينه، الرز تحفه، ايه الجمال ده. الفراخ طبعا روعه. الفراخ طبعا عملناها بطريقه غير الطريقه اللي بنعملها كل مره، طبعا بنحب نجدد، بنحب نغير. عجبتك الطريقه ماشي، ما عجبتكيش خليكي على نفس خدي نفس التتبيله. ميه السلطه طبعا تحفه. انا عملت السلطه من بدري وحط عليها خل والتوابل بتاعتها بقى، ودخلتها التلاجة، فلقيت كوبايه الميه السلطه دي تحفه، قلت لا لازم ايه نحطها معانا. البطاطس دي ما شاء الله، لازم طبق البطاطس ده المحمره. الفراخ تحفه تحفه. تسلمي لنا ابو احمد طبعا. يلا يا حبايبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اللايك الجميل، يا ريت ندعم بعض في اللايك شويه يا حبايبي، لان اللايك بيقع منكم كتير. اسيبكم في رعايه الله وامنه، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم مره تانية، ويا رب يوفقنا كلنا جميعا يا رب. في رعايه الله يا حبايب قلبي.